السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات؟ صلوا بينا على محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم النهاردة احلى شامبو بالاعشاب، جميل جدا وفعال قوي وهيعجبكم ان شاء الله. لو معاكي المقادير دي كلها ان شاء الله موجودة عندك في بيتك، قومي معايا دلوقتي نعمل الشامبو ده. طبعا شامبو الاعشاب معروف تمنه، معروف فوائده قد ايه، اللهم بارك. بصوا اللزوجة بتاعته وشايفين القوام بتاعه ما شاء الله. شامبو ده ولا مش شامبو؟ جميل جدا اللهم بارك. وكمان امن على شعرك لو عندك قشرة، لو عندك دهون جامدة، لو عندك تقصف، لو عندك جفاف في شعرك، لو عندك شعر تالف. بجد الموضوع ده هيعجبك قوي وهيفيدك جدا، وهيبان عليكي من اول استخداماتك ليه، من اول شهر. اللهم بارك، بجد حلو قوي. المهم تحطيه على شعرك وهو مندي بالمية، وتسيبيه لمدة 3 دقايق بعد ما تغسليه. وعلى بال ما تاخدي الشاور بتاعك وتشطفي شعرك، اتفرجي على شعرك من اول 3 غسلات. اللهم بارك، حلو جدا ما شاء الله، اللهم بارك. مش هتندمي ان شاء الله باذن الله. ويلا بينا على وصفتنا عشان نشوف الطريقه بتاعتنا. هتجيبي اي بوله عندك، هتحطي فيها كوبايتين ميه، اي معيار عندك في الكوبايتين. طبعا قلت لك قبل كده مش هنختلف في الكوبايات لان بيختلف من كوبايه لكوبايه، فهو المقدار واحد تمام. كوبايتين ميه. وهنحط من الاعشاب اللي احنا جايبينها. بصوا الكميه دي ما شاء الله، الروزماري اللي هو الاكليل الجبل يا جماعه، انا جايبه ب5 جنيه. شايفين الكميه دي ب5 جنيه؟ اللهم بارك، هتعمل معاكي كذا مره. فالموضوع ب5 جنيه من ده و5 جنيه من ده، يعني 20 جنيه. انت بتجيبي الشامبو النضيف بكام اللي هو بالاعشاب؟ شوفيه هيطلع معاكي بكام. بجد حاجه هتبهرك جدا وموفره جدا. طبعا غير النتيجه بتاعته اللهم بارك اللي هترضيك ان شاء الله. طبعا احنا ملينا معلقه كبيره هرميه من الروز الماري اللي هو الاكليل الجبل. وهنحط معاكم دلوقتي ورق السدر اللي هو ورق النبأ. فمش عارفه بصراحه هو اسمه مسميته ايه في البلاد التانية، بس هو معروف عندنا هنا بورق السدر او ورق النبأ. شايفينه ده ب5 جنيه برضو يا جماعه. شايفين الكميه دي ب5 جنيه؟ اللهم بارك. فهناخد حوالي معلقتين كبار منه، او خدي حوالي كبشه بايديك كده مثلا وحطيها. فورق السدر مهم جدا وفوائده عظيمه جدا للشعر. ولو ما بحثتيش عنها في الجوجل ابحثي عنها وشوفي على كل الاعشاب اللي انا حطاها دي على فوائدها وكم من المعادن والحاجات الجميله جدا لشعرك. هيفيدك بجد. ده القرنفل برضو ب5 جنيه، هناخد برضو منها معلقه تمام. الموضوع كله يعني يوم ما هيقفل معاكي 30 جنيه شامبو بالاعشاب، وعاملاه في بيتك وعاملاه بحاجات كلها طبيعيه. جميل جدا اللهم بارك. بصراحه هيعجبك جدا وهتلاقيه موفر معاك. لو وصلتي معايا لحد دلوقتي كده وعجبك الموضوع ده جدا وبجد حسيت ان الفيديو بجد مهم بالنسبه لك، ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه، ويا ريت تشيري الفيديو عندك عشان غيرك يستفيد بيه. طبعا انا دلوقتي كده قلبتهم واغطيهم وارفعهم على النار، هيغلي معانا غلوه وهنرجع لكم ان شاء الله. بصوا الصابونه دي هي الاساس معانا. طبعا هي دي القاعده بتاعتنا في الشامبو. طبعا طالع منها تقليد فلازم ناخد بالنا. انا بوريكم عشان خاطر تاخدوا بالكم من شكل الصابونه والعبوه بتاعتها. فطبعا ما شاء الله كميه الزيوت اللي فيها طبيعيه وحلوه قوي، وقليله جدا في الكيماويات بتاعتها. امنه على شعرك. في ناس ما بترتاحش للصابون النابلسي ومش جاي على شعرها، بس بالطريقه دي بصراحه هينفعك وهيجي مع شعرك وهيبقى حلو قوي. بس جربيه وخليكي تابعينا في الاخر لان هنحط تكايه حلوه قوي للشامبو ده. هينفعك جدا بجد مع الصابونه دي. التكايه دي مهمه جدا اللي هنحطها، وكمان ماده حافظه للشامبو بتاعنا. تابعينا للاخر ان شاء الله باذن الله هتستفادي معانا. هنبشرها معاكم دلوقتي. بس اهم حاجه وانت بتبشري مش هنبشر من الجهه اللي هي الواسعه، يعني احنا هنعمل في الناحيه الضيقه دي تمام عشان عايزينها تدوب معانا بسرعه. لكن الناحيه الكبيره دي هيبقى صعب علينا جدا وهياخد معانا وقت عشان خاطر يدوب معانا. فاحنا كده هنيجي من الاتجاه الناعم ده وهنبشر بيه الصابونه بتاعتنا كلها علشان تسهل معانا عمليه الذوبان وما ياخدش معانا وقت تمام. زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يعني هي من كتر ما هي ما شاء الله كميه الزيوت اللي فيها طريه وسهله معاكي. بصوا ما خدتش وقت في التبشير، حلو قوي. انا بحب بجد بعشقها. الصابونه دي حلوه جدا ومش غاليه، ب7 جنيه ولا ب6 جنيه حسب ما هتجيبيها، بس يكفي الفوائد بتاعتها. وكمان حلوه جدا من بشرتك. وهعمل لكم كمان ان شاء الله باذن الله غسول للبشره بالصابونه دي ان شاء الله باذن الله المره الجايه.
حلو جدا اللهم بارك وجميل جدا. ما تستغنيش عن الصابونه دي. طبعا احنا بشرناهم، وهنجيب الاعشاب اللي احنا غليناها. عايزه اقول لكم حاجه عشان نسيت، احنا حطينا معلقه حبه البركه. تمام، معلقه حبه البركه برضو، معلقه هرميه. انا دلوقتي هصفيه دلوقتي عليها عشان خاطر جبت بوله كبيره شويه عشان اقدر ان انا اقلب براحتي. عندك مضرب يدوي مفيش مشكله، عندك مضرب كهربائي زي بعضه. انا معايا الشوكه بس عشان خاطر الناس اللي هي مش متاح عندها المضارب زي كده، فانا هعمل بالشوكه. لما احس ان هي لنت معايا شويه ممكن اضربها في الخلاط. تمام، هقلب معاكم بقى دلوقتي وهي سخنه كده عشان يدوب معانا الصابونه. لازم يا جماعه تكون الميه سخنه بتاعه الاعشاب عشان تدوب معانا على طول وتسهل معانا عمليه الذوبان بتاع الصابون. فانا كده بقلب كتير جدا بيها وافضل اهرس كأنك بتهرسي فول. تمام، زي ما انتم شايفين كده. لو عندك المضرب هيسهل عليكي، لو عندك الهاند بلندر حلو قوي برضو، بس احنا بنجيب اقل الامكانيات للناس اللي هي مش متوفر عندها زي حالتي. فانا زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط. لو انتي حسبتيها هتلاقي الموضوع ابسط مما يكون. هتلاقي الشامبو عندك هيقعد معاكي اكتر ما شاء الله لما بالك من شهر. هتلاقي نفسك وفرتي، بتعملي حاجة من لا شيء بصراحة. يكفي الفوائد كمان اللي هتظهر عليك ان شاء الله، وهتعجبك جدا وهتلاقي نتيجة مرضية ليكي. بس ما تبخليش علينا اهم حاجة باللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا، وكمان عشان الفيديو بتاعنا يترفع ان شاء الله ويوصل لغيرك. زي ما انتم شايفين كده خلاص احنا قربنا ندوب الموضوع خالص معانا اهو تماما. بس انا عشان خاطر اضمن سلامته ضربته في الخلاط زي ما انتم شايفين وجبته تاني معاكم اهو. شايفين مفيش اي تكتلات، الصابون ما شاء الله مبارك. خلاص ذاب معانا. انا هسيبه في التلاجة شوية يجمد معانا لمدة ساعة ولا حاجة، ولو مستعجلة عليه حطيه في الفريزر نص ساعة وهنرجع تاني هقولكم هنعمل فيه ايه. طبعا هنا بعد ما مسك معانا اهو حطيناه في التلاجة حوالي ساعة. شايفين ما شاء الله. انا هحطه في الخلاط تاني مع شوية مية من الاعشاب وهضربه وهرجع لكم تاني. بصوا هنا بعد ما ضربناه بالخلاط وحطينا معاه مية الاعشاب، زودنا مش كتير يا جماعة، زودي شوية بس بحيث ان انت تحسي الخامة بتاعته او اللزوجة بتاعته دي المطلوبة منك. ماشي، يعني مقدار ربع كوباية. هنضيف عليها هنا عشان نحفزه ونعززه، هنحط معلقة من جوز الهند ومعلقة من زيت الخروع، وما نكترش يا جماعة، هي معلقة واحدة فقط لا غير، معلقة كبيرة علشان كتر الزيوت في قلب الشامبو هيقلل من الرغوة. تمام، فهي معلقة من جوز الهند ومعلقة من الخروع. لو ما عندكيش حاجة من الاتنين مفيش مشكلة، ما عندكيش الاتنين خلاص، بس احنا عايزين نعزز الشامبو بتاعنا بالفوائد. فانا هنا معانا كمان كبسولة من الجيلاتينية اللي هي الفيتامين هاء، قوتها 1000. متوفر عندك برضو ديات يا جماعة زيادة، لو انت عايزة تدعميها اعملي زي ما بقولك كده، مش عايزة مفيش مشكلة. هو الشامبو جميل جدا من غير اي حاجة وهيفيدك جدا، بس انا بحب ادعمه بحاجات ممكن تفيدني اكتر. تمام، فانا حطيت كبسولة برضو عليه مع معلقة الزيت اللي هو المتوفر عندي زيت الجوز الهند. لو عندي خروع كنت برضو حطيت. هنا بقى المادة الحافظة بتاعتنا اللي هي حوالي فنجان او مج صغير من الشامبو. اي نوع شامبو عندك انت بتحبيه حطي منه حوالي كوباية صغيرة او مج. تمام، فهنقلبه وهي دي المادة الحافظة بتاعتنا، ولا هتعزز كمان معانا الرغوة بتاعتنا. فالموضوع هيبقى جميل جدا وهيعجبك اوي ان شاء الله باذن الله، وهيقعد معاكي بدل الشهر 2-3 ومش هتخافي منه، لان حطينا فيه المادة الحافظة اللي هي الشامبو الزيادة ده. تمام، هنحطه في علبة، واي علبة متوفرة عندك فاضية عندك حطي فيها واحفظيه وحطيه في المكان اللي انت حباه، عندك في الحمام او بره الحمام. زي ما قلت لك كده شعرك هيبقى مبلل، هتحطي منه وتدلكي شعرك، وبعد ما تدلكي شعرك بالشامبو هتسيبيه لمده 3 دقايق وبعد كده تغسليه. تمام، بالنسبه يا جماعه لاضافه الشامبو دي مش مهمه قوي للناس اللي هي بتستهلك الشامبو على طول ما بيقعدش عندها،
فممكن تشيليه خالص. احنا حاطين ماده حافظه بس للناس اللي بيبقى عندها واستهلاكها قليل للشامبو. ان شاء الله باذن الله هتنجح معاكم على طول ان شاء الله باذن الله. وصفتنا بسيطه وسهله جدا واكيد يسير عليكم ان شاء الله. انا كده خلاص هجيب بقى احاول اعمل معاكم اختبار خفيف كده. بصوا عشان نشوف الرغوه بس عامله ايه. احاول بس كده اخفقها شويه كتار. بصوا شايفين الرغاوه بتزيد اهي. كل ما اخفق شويه كتار كل ما الرغاوه بتزيد معايا. ده دليل يعرفك ان كمان ده لسه ما قعدش. يعني كل ما بيقعد معاكي كل ما هيتقل اكتر وكل ما هيديكي تعزيز اكتر في الرغوه. فشايفين ما شاء الله ما بارك حلو قوي 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 بجد. بصراحه من الاخر يعني الوصفه بتتكلم عن نفسها. انا هحاول على قدر الامكان اخفق كتير عشان ابين لكم بس كميه الرغاوه بتطلع قد ايه. بصوا ما شاء الله مش عايزه كلام. بجد بجد جميل جدا. كمان في حاجه عايزه اقول لكم عليها للناس اللي هي بتبقى حابه تعمل مشاريع صغيره في البيت. ممكن تعمليه بعد ما تجربيه ويعجبك ان شاء الله. اعمليه وبيعي منه ان شاء الله باذن الله هيكون مرضي معاك وهيكون مكسب ليك ان شاء الله. حاجه جميله جدا. مشروع حلو برضو ليكي لو انت حابه تعمليه في البيت. هيفيدك جدا جدا. اي ازازه شامبو عندك او اي حاجه فاضيه عندك فيها غطا محكم فضيه فيها زي ما انتم شايفين كده. انا هفضيه كله بالقمع عشان ما نهدرش منه طبعا واحنا شعرنا معاكم لا للاهدار. فانا هحاول على قدر الامكان انزله كله. تمام بسم الله. تمام كده ما شاء الله ما بارك. دي لتر ونص ما شاء الله ما بارك. عامل معايا حوالي مش لتر ونص لا عامل معايا لتر وربع. تمام او لتر. فما شاء الله ما بارك حلو قوي. لما تعملي كيلو من الشامبو شوف انت بتجيبيه بكام بشامبو بالاعشاب. اي ازازه شامبو عندك بقى زي كده متوفره فضي فيها الشامبو ده. تمام. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا وتكون الوصفه سهله عليكم وان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر باذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.